وافت جموع المتفرجين إلى استاد رعاية الشباب بجدة منذ عصر يوم الجمعة لحضور لقاء القمة، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقات المحلية، حيث امتلأت المدرجات تماما قبل 3 ساعات من بداية المباراة، مما دفع المنظمين إلى إغلاق أبواب الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة. وفي الوقت الذي امتلأت فيه مدرجات استاد رعاية الشباب بالجماهير بحيث لم يكن هناك مقعد خال، كان مئات الألوف من عشاق كرة القدم يجلسون خلف شاشات التلفزيون، ليس فقط في المملكة أيضا بل في العديد من الدول العربية التي نقلت المباراة حية على الهواء مباشرة ليتابعوا هذه المباراة الكبيرة. المباراة النهائية يا إخواني المشاهدين شهدت حشدا كبيرا من نجوم الفريقين، حيث اكتملت صفوف الفريقين وبذل الجهاز الفني والطبي جهودا مضاعفة لاستكمال علاج المصابين للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي الذي يعد تتويجا لموسم حافل من العطاء والبذل. ولم تتضمن تشكيلة الفريقان أي مفاجآت، وحرص المدربان على بدء المباراة بكامل التشكيلة الرئيسية لكل فريق. كيف تنظر مباراتكم اليوم على كأس دوري خادم الحرمين الشريفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء أهني الفريقين بأنهم اليوم بيحضرون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وفي الحقيقة مباراة أتوقع أنها تكون مباراة صعبة بالنسبة للفريقين. نحن لله الحمد ترتيباتنا جميعها جاهزة بالنسبة للفنية أو الإدارية أو بالنسبة للاعبين، الحمد لله جميع الأمور مهيئة. اللاعبين إن شاء الله عازمين على أننا إن شاء الله نحقق الفوز بإذن الله. سنجتهد والباقي على الله سبحانه وتعالى. أتمنى إن شاء الله من نادي النصر ونادي الهلال نقدم مباراة تليق الساعة 9 مساء هنا في الرياض، وقت من أوقات الذروة، تكون الشوارع عادة فيه مزدحمة والأسواق والمطاعم. ولكن يوم الجمعة الماضي كان يوما مختلفا بكل المقاييس، ففريقي العاصمة النصر والهلال يلعبان في جدة على نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين. هدوء يوحي بأنك لست في الرياض، إحدى أكثر العواصم العالمية حركة ونشاطا. في جنوب الملعب مربعات 5 و6 و7 و8، وابتدى الشوط الثاني قبل ثواني بسيطة واتلعبت رمية جانبية من وسط الملعب منقولة إلى أحمد باجة مربع 7 مقطوعة.
الثالث نوجه السؤال